أنا يا جماعة الخير في أقدم قلعة في العالم. هذا المكان كان أكبر مكان يتاجروا فيه بالرقيق، كانوا ياخذوا العبيد من هذا المكان ويصدروا لكل أنحاء أوروبا. راح أعرفكم اليوم على هاي القلعة اللي تاريخها بيتعدى مئات السنين. للحظة الأولى ممكن تعتقد أنها قلعة أثرية عادية، بس لا، هاي أكبر قلعة وأقدم ميناء سابقا لتجارة العبيد. بنوها البرتغاليين عام 1482 باسم ساو خورخي دامينا. من هاي القلعة كانوا يصدروا العبيد لكل أنحاء العالم. هذا المكان المكتوب هون يا جماعة الخير فيميل سليف. هذا المكان هون كانوا يحتجزوا فيه النسوان اللي كانوا يبيعوهم. هون المكان المخصص لاحتجاز النسوان اللي كانوا يبيعوهم أو يتاجروا فيهم سابقا كعبيد. أنشأ هاي القلعة البرتغاليين، وبعدها سيطر عليها الهولنديين، وبنهاية المطاف استولى عليها البريطانيين، وصار ساحل الذهب سابقا كله ملك بريطانيا. وهاي المدافع يا جماعة الخير اللي كانوا يحاربوا فيها زمان، مثل ما انتم شايفين لساتها بوضعيتها بمكانها. أكلها الصدي واهترت وأكل عليها الزمان وشبع، وما ظل منهم غير ذكرياتهم اللي نحن عم نشوفها اليوم. ونحن بيوم من الأيام ما رح يضل مننا غير ذكرياتنا اللي رح يجوا أجيال بعدنا يشوفوها. فبتمنى أن نترك ذكرى جميلة، ما نترك ذكريات سيئة مثل هاي الذكرى اللي أنا عم شوفها اليوم، أو هذا الصرح اللي يعتبر صرح أثري وصرح تاريخي. طبعا لساتهم الحشوات مكانهم مثل ما انتم شايفين، تركوهم الإنجليز، تركوهم البرتغاليين. طبعا طلعوا البرتغاليين وجوا الإنجليز، وآخر دولة انسحبت هي كانت إنجلترا. كان اسمه ساحل الذهب هاي المنطقة، وهاي البحر وراي سبحان الله. طبعا هاي القاعة اللي انتم شايفينها هون كانوا يجتمعوا قبل ما يبيعوا العبيد. هون بيعملوا الاجتماعات وبيتفقوا وبيتم قبض المصاري، وبعد هيك بيتم تسليم العبيد من المخازن اللي ورجيتكم اياها تحت. بهاي القاعات كانوا يجتمعوا التجار، كانوا هون يتم عقد الصفقات وهون يتم بيع الناس. هاي انتم شايفين هذا نموذج تقريبي للمكان اللي كانوا يجتمعوا فيه أمراء الحروب اللي كانوا يتاجروا بالناس واللي كانوا يبيعوهم كرقيق. فسبحان الله يا جماعة الخير، عيش كتير بتسمع كتير قصص، وعيش كتير بتشوف كتير أشياء ما كنت تحلم أنك تشوفها. سبحان الذي ساقنا إلى هذا المكان وأرجانا بديع خلقه وعرفنا على حضاراته. طبعا يا جماعة الخير التصاميم باينة من الداخل انه المكان عمره مئات السنين، وهاي الديزاينات اللي استخدموها او هذا التصميم او هذا العمل اللي انتم شايفينه هو اللي اشتغلوه البرتغاليين والبريطانيين، ولساته موجود ومستمر لحتى وقتنا الراهن. بصراحة الأطلالة من هون كتير حلوة، تمنيتكم لو انكم معي. اكبس على المتابعة واعمل لي لايك لهذا الفيديو. تحياتي لكم، عم نتعب لحتى نقدم لكم محتوى لائق لأنكم أكابر وبحبكم كلكم.